بص انا طالع لابس تيشيرت السيتي، يا دي النيله يا دي النيله، وجايب الدراع بتاعي. انا مش هعمل حاجه، انا مش هعمل ايه، وهفتح اللعبه. تعالوا احضنوها بقى. ما انتوا ايوه احضنها يا اخويا احضنها. ايوه والله هو وسع السكه. ايوه عشان خاطر انا عرفت ان الفيديوهات بتاعت الالعاب دي بتجيب فلوس. بهزر طبعا، لا يعني، بس عشان كده كده بلعب فيفا، فهلعب ونلعب مع بعض يعني عشان برضو نجيب فلوس. لو انت بتدور على المهارة، هتتعلم النهارده مهارة جامدة جدا. مش مهارة واحدة، شوية مهارات هتخلي مستواك في اف سي 24 اعلى بكتير. طبعا انا كنت مصور فيديو قبل كده عن الافتتاحية بتاعت اللعبة وازاي انا انبهرت والامكانيات والجرافيك وكل ده، بس لقيت الفيديو ساعة زهقت من المونتاج بتاعه ورحت مسحه. فاحنا هنفتح دلوقتي مع بعض. تمام. انا فتحت لقيت الواجهه زي ما انتم شايفين كده، انبهرت جدا، عجبتني قوي. قلت ايه في سي لايف ده مش عارف ايه بتاع، ما اهتمتش بباقي الكلام، رحت داخل على الالتيميت تيم على طول. فعلت الاكونت بتاعي ودخلت، اقسم بالله شقيت عشان اجيب لعيبه. اللعيبه طبعا الباكات الجديده كلها باكات كحيانه معفنه منيله ب 60 نيله، ما عرفتش اجيب ولا لاعب، وكل ما افتح يطلع لي واحده ست مش عارف ايه من قصه الستات دي. تلاقي الستات معانا في الفرقه كتير قوي. وكمان انتوا هتواجهوا مشكله كبيره قوي، انتوا لو الفريق بتاعكم فيه ستات، هتلاقوا الستات بقى ما بتجيب جون بتحتفل بقى، الرجاله بتخش على الستات وتحس ان لا انا مش اوراني هنا، معلش انا ما اسمحش ان الكلام ده يحصل في فرقتي. فطبعا اخترت برضو الستات لان هي اللي طلعت لي بالباكات غصب عني. بس كان في شويه لعيبه معارين اللي هي لون دي ما بعرفش اقراها الصراحه، فبقولها بالعربي. زي ما انتم شايفين في الشاشه كده، في اختصار بتدوس هنا. تمام. بيجي لك الاختصارات فوق كلها على الشمال، تقدر تروح للاستاديوم، تروح للسكواد، تروح تلعب اسهل يعني. كنوع من انواع الايه تحليل الفلوس. يجي واحد نرم مبتدئ جاهل عايز اغلط اكتر من كده يقول لك لا مفيش فرق. لا طبعا في فرق، دي مدفوع فيها فلوس اكتر، دي الجرافيك بتاعها متغير اكتر. انا هوريكم ماتش دلوقتي، بس قبل ما نبدا عايز اوريكم ان موضوع الاوبجيكتيف هنا كنت فاكره هيبقى اسهل، بس طلع بقى اصعب. ليه بقى؟ لان انا كنت مستني ادوس بضغطة زرار واحد الاقي الحاجه بتاعتي بتتاخد كلها. لا انا بمشي كده واقعد الاقي نقطه حمراء اخش ادوس. وشكو حلو اهو هنري، نلعب بيه كام ماتش ده؟ 11. والله لا العب بيه، والله وشكو حلو. نخش في اول ماتش على طول عشان ابدا اوريكم المهارات الجديده. نرجع تاني في الاوبجيكتيف لان لقيت في حاجات بتتعمل في الاوبجيكتيف الصراحه. انا عايز اعمل ايه، يعني مش عارف في ايه في الاوبجيكتيف انا عايز اعمله. اه. طب تعالوا نفتح مع بعض باكات يمكن يطلع لنا حاجه حلوه، يبقى وشكوا حلوه قوي قوي عليا يعني، الله اعلم. لان حاسك مش سالك والله وانت بتتفرج، عشان انت ما عملتش لايك لحد دلوقتي على الفيديو. ماشي. اسلك واعمل لايك بالله عليك عشان انا الجو حر قوي وانا قاعد في الحر بجد. هفتح باكات والعب ماتشين اوريكم شويه المهارات اللي هتفيدكم قوي في فيفا يعني في اللعب. فرنسي سي دي ام ده تشاوميني ولا؟ لا مش تشاوميني. اندريه بيلعب في الدوري الفرنسي. بس هنقول ده عندي. طيب. طبعا اللي عندي النسخه اللي عندي مش ما بتتباعش، فانت في الزباله. طيب لاعب واحد زائد 82 لما نفتح نشوف في ايه. هولندي. ده بريزيتش. يوفنتوس ده بريزيتش. حلو جدا. بريزيتش. يا دي النيله يا دي النيله يا دي النيله. انا زهقت من استغفر الله العظيم. هو بريزيتش هولندي، بس هي سريعه يعني. هي كسرعه سريعه، واربع نجوم مهاره وما فيش قدم ضعيفه خالص. سريعه كتوتال السرعه يعني. لو حطينا لها كيمستري تعلي السرعه كمان هتقفل البيس. ويوفي دوري ايطالي، لا هلعب بيها لان كمان في مهمات في الاوبجيكتيف ان انا العب بايه، بلعيبه دوري ايطالي. المهم حفيد يا شباب عشان اعمل الخطه دي، لان انا طبعا معفن مش هنتش معيش فلوس ان انا عشان نخش نلعب بقى ما نهلكش نفسنا. موضوع ان في لعيبه بتعمل لها ايفوليوشن او تطوير حاجه حلوه جدا يعني. اللاعب ده ما كانش كده خالص، انا طورته. بص هو الحقيقه انا مش حاطط له كيمستري ستايل مع ان هو محتاج فعلا كيمستري ستايل في اعلي بيه دريبلينج والسرعه اكتر من كده. فانتوا انا هعمل كده قدامكم دلوقتي. انا هنخش نشوف ايه اللي ممكن يتحط له يعلي له السرعه. الهوك لان معيش غيرها. انا نشوف السرعه كده وصلت كام. زدت 4 ما زال بطيء. بخلص برضو بيه مهمات لان هو اسباني ونازل دلوقتي 3 كيمستري. جبت واحد اسباني عندك اسينسيو مش بطال، مع ان محرز عندي هنا في الفرقه تحت اسرع بكتير، بس محرز ما فيش كيمستري. فرنانديز يا جماعه ده نايك ماد ريدي الحدث الجديد ده تحفه اقسم بالله. اللاعب ده لو سريع شويه، قصير قد كده ازعه والدريبل بتاعه حلو جدا، لو سريع شويه هينفعكم جامد. والحاجه السمراء دي انا طبعا اول ما شفتها
اللي ام فرنسيه، قلت ايه امبابي، جالي قهر على طول. عندك هالاند يا جماعه هنا اسطوري، لازم تجربوا هالاند. نسيت ان في هنري، طبعا احنا هنرمي ده في الزباله طالما هنري موجود، هنلعب ال 11 ماتش بهنري. عندي بره في التشكيله ارنولد، فاضل له ماتش واحد مش عايز العب بيه. لابورت برضو اسباني حلو وجميل وكل حاجه، بس انا مرتاح كده اكتر. الكيمستري عندي بقت 32، فانا مش محتاج ان انا احطه، ممكن اخده احطه بره في الايه في الدكه، بس هو بطيء. الحاج ده طلع لي تيم اوف ذا ويك، حاجه في منتهى الشلل يعني. عايز اوريكم بس الخطه بتاعتي. بصوا يا جماعه انا بلعب بخطه تقرف اللي قدام. كان زمان بندوس هنا او بنخش على الخطه وبتاع، بس دلوقتي حاليا بندوس على الانالوج ده، اسف، دوس عليه كده يطلع الفورميشن اهي. دي الخطه بتاعتي. انا ما بلعبش رايت باك، ما بلعبش ار بي، بلعب ار دبليو بي وار ام، مش ار دبليو، وال ام مش ال دبليو. يعني انا عشان في حاجه معينه ان الكاستم تاكتكس انا بقرب المساحات جدا بين اللعيبه اون هيفي تاتش دي، عشان خاطر اخليهم يضغطوا مجرد ما الكره تتقطع مننا بس، وبيرجعوا والدنيا بتبقى جميله خالص. طبعا لما بتلعب بخمسه مدافعين قدام حد بتكرهه في عيشه اهله. الباك بتاعي بخليه اوفرلاب، مديله حاجه اسمها اوفرلاب، مش عارف ليه الصراحه. كذلك الباك اللي هناك اوفرلاب، والجون بخليه سويبر كيبر وكمان مش انا الصراحه جبت الخطه دي من عند حد من على النت وجربتها مره وفي فيفا 23 ونفعت معايا وما بسيبهاش. حته ان المساحات تبقى ضيقه ورا دي، الكوره بقى عايز تباصي عايز تتنيل على عينك وعلى عين اهلك ايه بتلاقي. طبعا الاضاءه اللي هنا دي عاليه عمياني، انا مش شايف حاجه، فلو الماتش كان مستواي فيه وحش ما حدش يشتريها، خصوصا ان انا مش لعيب. انا عارف بقى ان الناس اللي بتعمل الفيديوز دي دلوقتي لازم يخش ومجرب مهارات ويقعد يعمل مش عارف ايه وبتاع، فاحنا هنعمل المهارات اللي ايه. انا ملك الدريبلينج عشان نبقى متفقين من قبل ما نبدا، انا بتاع دريبلينج. الموضوع اتطور مع اللي قدامنا، عنده راشفورد، كامافينجا، انزو فاتي. على فكره انزو فاتي ده على 79 او في دي، اللعيب ده حلو قوي قوي قوي، مقرف يعني، ما بعرفش اجيبه من على الاطراف. نفسي اشرب كوبايه قهوه بشكل. هو يا حاجه طيب احنا رحنا هناك لقينا مفيش حاجه، نغير ملعب. دايما يا جماعه غيروا ملعب، الخصم اللي قدامكم هيحس ان انتوا ايه فاهمين، فاهم؟ والتأني ثم التأني ثم التأني. تيجوا نجرب هنري. الله هنري قوي، هنري جميل. كيمستري ستايل، شايف العلامه اللي طلعت دي بتاعت الكيمستري ستايل بقى، لان هو في لعيبه هنا بتنزل، انا مش عارف اقعد ضهري وجعني، في لعيبه بتنزل بالكيمستري ستايل بتاعها، ودي حاجه تحفه. واضح ان احنا هنستفيد جدا من هنري ده يا جماعه. ايه طبعا بص انا عندي مشكله بقى في الخطه، ما اقدرش العب الف كده والعب ثرو، مش هلاقي حد يستلمه مني. الحاجه اللي بتقلد تحسها سانشيزا في الملعب السمرة دي بالشعر بتاعها، تحس ان الملعب اي واحده سمراء سانشيز على طول. هنري ياه، فانا لابس شورت بقى وتيشيرت السيتي وقاعد ورايا مفيش لوكيشن، بصور في الصاله عادي، فانت كل ده لازم تقدره يعني، تعمل لي لايك للفيديو يعني. انا نجرب انطلاقه عند الهنري ايه. لا سريع يا جماعه، حاسب يا كابتن. والباص سانشيزا، واحده باك، واحده انا عايز هنري مش عارف. هي دي بقى المهاره اللي انا جاي وراها لكم النهارده، مهاره الحب، المهاره الاعظم في التاريخ. خليكم معانا هتستفيدوا. على فكره الاوفرات هنا في اللعبه، الاوفرات بقت تحفه، الميس باص بقى تحفه. تحسوا هم طوروا الميس باص وطوروا الايه الاوفرات، بقيت بتعمل ميس باص احسن والاوفرات احسن بكتير. غير ملعب طبعا عشان اللي قدامنا يحس. تعالوا نجرب الاوفر قدامكم اهو. بصوا الاوفر يعني كان رايح لها صح، بغض النظر ان هو ما راحش يعني. عايزين ندي لهنري كده ثرو جميل. كان رايح على فكره، عدلوا حاجات كتير جدا، فاللي يقول لك ان اللعبه ما اتعدلتش لا، كل الكور العاليه اتعدلت. لو ظبطت نفسك في الكنترول وانت بتعمل الكور العاليه هتعمل كل حاجه. في سكيلز اتضافت جديده، في سكيلز اتضافت جديده، هنجرب حاجه منهم لما ناخد الكوره. راح فين بقى، بلاش بقى جوان الموظفين دي، انا عارف انت قصدك ايه. خدي الوان اطلعي، يلا خدي التو، طلعي بقى استاذ هنري. مش شكل محدش هيخلينا نباصي لهنري النهارده. تكتل بقى، خدتوا بالكم بقى من الموضوع ان انا مقفل ورا الخمسه بينفعوا جامد، ان هو الراجل يعني بيحاول يخترق من الاطراف، بيحاول يخترق مش عارف منين، مش عارف، مقفل عليه خالص. ده غير ان انا بدافع كويس يعني الى حد ما، يمكن انت تكون بتتفرج العب مني ولا حاجه، فخلي رايك لنفسك. هتباصي فين ولا هتتنيل تروح فين في الاخر انت يلا بقى.
بصوا شفت وسعت لنفسي كده، فاهم ايه توسيعه كده حلوه يعني. نجربها تاني. اه شايف، شايف. وسعت اغير بقى اللي يعني بتعملها بتدوس هنا وهنا والاتجاه اللي انت عايز تروح، اديني رحت الناحيه التانيه. ايه تاكلينج جميل. شايفين الاوفر جه فين؟ هل ده طبيعي؟ مش طبيعي طبعا. نبدا بقى نحرك الجون، ايوه. وتاخدوا بالكم انا من اول ماتش ما عملتش اي حاجه تقريبا، هي الكره بتاعت هنري دي بس، اما الباقي الماتش كله بلعب ميس باص. طبعا انا مش هغير حد دلوقتي، بس انا داخل اشوف الاستامينا بتاعت اللعيبه. هنري طلع بيتعب، اسينسيو 81 لسه ما تعبش. ادي محرز اهو زي ما انتم شايفين، 5 نجوم مهاره، لعيب تحفه. نرجع بقى للماتش، شايفين الجرافيك عامل ازاي؟ والله تحفه. كده كده والاتجاه اللي احنا رايحين، كده كده الاتجاه اللي احنا رايحين. كان هيبقى كوبري يعني، لو الشخص اللي جاي قدامك فاتح رجليه هيبقى ايه كوبري. بص عشان بنشوف المهاره، سيبنا يجي فينا الجون عادي. طبعا انا بحور، عايز العب جد بقى شويه كمان. مشكلتي اني اكتر واحد ما بعرفش العب جد، لازم اقعد احفرش كده. حاسب، حاسب يا هنري. ادي ال1، اخد ال2. مفيش ال2. سوكلوز. ايه، هو قوي فيزيكال، اقوى بكتير من لعيبه تانية، لكن في عدلة الجسم كبالانس يعني دريبلينج اضعف شويه. مفيش حد كامل يعني. هما لسه حاطين تغييرة الملعب زي ما هي. اه حاطينها زي ما هي. كانش ليها لازم ان انا اطمن عليها يعني. يلا اطلع بقى. يا والله لو هجيب محرز. وحضرتك بتعمل ايه بس معانا؟ الكرة فلتت منها. يلوي. يا يا وليه انت جرى ايه؟ يا هنري، هو راح فين اصلا؟ هو عباء ايه؟ انت مش كنت رايح انت معايا؟ طيب يلا بقى، ستات في بعض مالناش دعوه. ستات في بعض. اندري ميندا ولا ميدنا؟ ستات اخش بقى، عمري ما اعمل تاكلينج براجل على واحده ست ابدا، ولا ست على واحده راجل برضه دي يعني ايه. ربنا يسامحك يا شيخ، انت ما بتاكليش ولا ايه الاستامنه دي؟ 49. عارف فرحتي هطلع مين وانزل مين؟ حاج تشاوميني ما بياكلش هو كمان والله، ولا ايه؟ انا مش فاهم بس بيعملوا ايه الستات. والبلاي باك كلها بتبقى على اللاعبات. عنصريه بحته. في الاول كانوا بيجيبوا لنا الحكام كبنات وكنا بنقبل. يا لهوي على البنات وسنين البنات. تعالوا احضنوها بقى. ما انتوا ايوه احضنها يا اخويا، احضنها يا عالم يا. استغفر الله العظيم يا رب. بص بقى محرز، بص محرز بقى والحلويات بقى بتاع محرز. اوعى. شايف الميس بس. فاكرين لما قلت لكم بعرف ادافع كويس؟ هتباصي ولا هتشوط في ليله ده 82؟ تفتكروا هنعمل حاجه؟ هنعمل ريمونتادا قادمه باذن الله. لا اله الا الله يا جدعان، موضوع الباص ده حاسس ان انا بليد. اهم درس نتعلمه في اللعبه دي والله الهدوء. يلا يا ولادي. الولايه دي سريعه جدا، احنا ممكن نعمل بيها 1 ونغير ملعب بسرعه. احسن من كده. هتطلعي ولا ايه في ليله اهلك؟ يلا يا مان. يلا يا هنري. احيا هنري. مش مشكله يا هنري. ايه ده؟ دي الدقيقه 93. يلوي. نعومي فيلر. نعومي حاطه فيلر. شويه اسماء جميله. بس بقى يا حاجه نعومي، انت فرحانه على ايه ده؟ سنتر هيصفر. المهم احنا عشان طبعا مستوانا واضح جدا ان احنا كويسين، بس كنا بنتسلى. فهنبدا ماتش تاني. الماتش التاني ده مش هيبقى فيه هزار، تشوفوا الجد بقى. ايه ده سوكلوز استاذ مدارس. خلاص كده تعالى اوريكم بقى فرنانديز بيعمل ايه. لعيب نازل على وان كيمستري. حاسس ايه رهيب. انا مش عايز اكذب بس حاسس ان اللاعب ده احسن من هنري. بجد هنشوف، يمكن عشان ما لعبش جد. ما لحقتش اشوف معاه مين. انا شفت نفاذ، نونيز، جوميز، جبريال. الله على الاسماء. احنا كده بالنسبه له هو وبالنسبه للاعب ده مش هينفع نخترق من ايه الوسط. احيه الشوط اللي كلهم وان. لو فاكرين ده كانوا منزلين له كارت في الفوتس في 23. كان كالب. اه هنري.
حلو والله، دريبلينج جميل. هو ليه انت اخدت كل الوقت ده عشان تشوت يا؟ عشان قلت لكم انا ملك الدريبلينج. دي قرب عشان احنا لو بصينا هنا العيال دي ما بتلعبش فير، هياخدوا الكرة ويجيبوها فينا جون عادي جدا، مفيش اي مشكله. هنستعرض مهاراتنا، مش مهم اكسب الماتش، اقعد بقى استعرض. حاول ايه ادريبل شويه في شاوميني، اتوغل. ايوه والله هو وسع السكه، ايوه لقيته راح جه كده عشان افتكر ان انا هباصي لهنا، لان انا هشوطها في الدقيقه عادي. جون حلو جدا طبعا. تعمل لي فيها بتنجان، اعمل لك فيها ايه؟ مخلل وبتنجان برضه يا صاحبي. انا مش هعمل حاجه، انا مش هعمل حاجه. ايه 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 ازاي؟ انا متضايق. كور زي دي عبيطه قوي بتضيع كده جامد بقى. يا عم استلم بقى يلا، ده انت كويس. ايه ده فسحني. ودي يليون يا رب. يعني انا اجيب العرض وانت عايز تروح تشوف الارقام من هنا؟ ما تطلع. لا 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 لا. التحرك مش عاجبني. انا مش عارف هل انا حاطط انستراكشر غلط ولا ايه؟ طب ما هي ليها، ما هي ليها. المره دي هباصي عادي. يا لهوي، لا اله الا الله على الكور اللي بتضيع. اوعى ده انت غريب يا جدع، هي دي محتاجه لازم بعد 7 شوطه؟ مش هينفع بقى نبان قدام الجماعه المشاهدين ان احنا بنخسر كده. استعراض ما بحبش. خد الفاول، هتقل مني ههزقك. حلو قوي الفاول ده يا كابتن، شكرا. تسلم ايدك. لا تسلم ايد انا. باصي 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 باصي. سهله سهله. شوف بقى الحاجات بقى، التفاصيل اللي بتطلع عامله ازاي. طب ايه رايكم بقى انزل محرز؟ انزل بس كلعبه هي امتع. ليه؟ لان دايما السهل او اللي انت اتعودت عليه ما بيبقاش ممتع. طول ما في تحس ان انت داخل تحدي مع نفسك كده، ان انا مش عارف اكنترول على اللاعب، يبقى انا كده وحش، يبقى انا كده مستواي سيء. فلا هم مخلينها احلى بجد، دي حقيقه. شاومين حبيب قلبي بابا ساب الكوره، رجع جابها، رجع سابها. جميل شاومين. رايح فين يا توتو؟ رايح اجيب التب من ديله. لف بالعافية، لف بالعافية. اوف. 5 نجوم مهارة محرز مفيد جدا. يلا يا حاجة نزل نص الملعب، نزل نص الملعب. هنغير ملعب، هنغير ملعب، هنغير ملعب. ماشي هنغير ملعب عادي. والله لا انا كنت بهزر. الكاميرا فصلت وانا بصور، فطبعا انا مش هسكت. انا عملت هنا ريمونتادا وكسبت الماتش، فهحط لكم الاهداف وملخص المباراة علشان تتفرجوا عليه. ممكن اعلق عليها واحنا بنتفرج. يعني دلوقتي هو بيحاول يعمل هجمة ورايح انفراد. ايه ده كان رايح انفراد، ده جاب جون. انا مش فاكر الحوار ده الصراحة. انا فاكر ان انا كسبت. ايوه انا اللي رايح دلوقتي. هو هجمة جميلة وضاعت الهجمه الجميله. الهجمة الجميلة. طيب، فهو رايح عليا بقى مرتده. طبعا انا قايل لكم ان انا بلعب ب5 والخمسه بيبقى ورا، فالمرتدات عليا ايه سهله زي ما انتم شايفين. فهو دخل وايه وضاعت. ضاعت. الحمد لله انها ضاعت. بس انا اللي رايح بقى هجمه دلوقتي. وبمحرز بسم الله ما شاء الله حاول يعمل مهاره، حاولت ان انا كنترول بيه لان الدريبلينج بتاعه حلو جدا. ما عرفتش. شوط الكره اتصدت، هنري جابها جول. عشان تعرفوا ان الماتش ايه انا اللي كسبته. احنا متعادلين لحد دلوقتي، متعادلين. طيب، فانا رايح دلوقتي هجمه اهو، بداتها من نص الملعب. المفروض ان يخلي هنري يفتح. سرو كان رايح لهنري اصلا في الاول، ما راحش. هنري بيحاول يعدل ويطلع محرز، هيطلع محرز. محرز بقى يشوط، محرز يضيع. محرز ده ازاي اصلا في حاجه جامده؟ مش محرز ده اسم حد مصري؟ محرز ده جزائري. ما اعرفش ايه اللي حصل في المشهد ده الصراحه، بس احنا نكمل المشهد.
اه يا جماعه صح، ده احنا كنا بنلعب رايفلز مش فوت شامبيون، فما فيش اكسترا تايم، فالماتش خلص درو. طبعا الكواليفيكيشن البوينتس اللي عندي ضعيفه جدا، والحمد لله الماتش عدى على خير.